عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة أنا جايبة لكم يعني فيديو محدش متوقعه بالنسبة لإني الشخص اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي نزل من كام شهر كده فيديو وخلانا تعاطفنا معاه قوي إن هو فعلا بيتكلم صح وبيتكلم وزعلان عشان القضية الفلسطينية وزعلان عشان إخواتنا، رغم إن أنا في الفترة دي لما عمل كده أنا ما صدقتوش. انا كنت حاسه وعارفه ان هو بيعمل كده عشان الترند وعشان يميل الناس ناحيته تاني، لان الناس كانت ضده من ساعه لو حضراتكم فاكرين الصور اللي كان مصورها مع الجماعه وقت التطبيع والكلام ده كله. فطبعا يعني انا بصراحه ما كنتش مصدقاه. دلوقتي حضراتكم فاكرين الفيديو اللي هو كان نزله وبيتكلم وبيقول تقول لي لمين كلم حكومتك وشوف اسلحتك اللي بتصدي صح كده؟ حضراتكم اكيد فاكرينه. هشوف الفيديو معاكم دلوقتي ثواني كده وبعدين هنتكلم على اللي هو عمله والبلاوي اللي هو عملها دلوقتي. نشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هنستخدمها امتى؟ اسلحتنا وجيشنا وجيوشنا. وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب. وانت فين؟ انت فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. الجيش ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ ده نقول كلام عاقل. شفتوا حضراتكم اللي هو عمله واللي كان بيقوله وكان متحمس جدا في اللي كان بيقوله. دلوقتي البيه اللي هو معاه مليارات مش هقول ملايين ما شاء الله ربنا يزيده وما بحسدوش، بس بقارن بينه وبين البني ادم الغلبان اللي على قده اللي هو مقاطع كل حاجه. يعني احنا دلوقتي الحمد لله الحمله التقاطع ربنا كرمنا في مصر جايبه ايجابيه كبيره وجايبه يعني خسرت الجماعه كتير. تيجي انت حضرتك اللي معاك مش محتاج حاجه خالص تروح تعمل اعلان زي ده زي اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. ايه رايكم يا جماعه؟ البيه ماشي مصور الاعلان لان هو ماشي طبعا في الطريق بعربيته المكيفه وحران وقابل عربيه من اللي بتبيع الحاجات دي وخد منها ازازه وبيشربها. طبعا هينزل يغني ويرقص. طبعا رقصه ده على ايه؟ على مش هقدر اقول عشان خاطر الحذف بتاع الفيديوهات اللي بتتحذف من الكلمه. ممنوع اي كلمه تتقال في حق اخواتنا او معاهم او نكون في صفهم طبعا. فمش هينفع ان انا اتكلم وابين بطريقه مباشره اي حاجه، رغم ان انا والله العظيم انا بغلي من جوه. انا ان كان عليا اتفرجوا معايا على الفيديو، انا سايباكم تتفرجوا عليه. انا ان كان عليا انا مقاطعه المنتجات دي من كذا شهر ومخليه اولادي مقاطعينهم، وبنتي بيبقى نفسها في كيس البطاطس اللي بيجي ده ما برضاش اخليها تجيبه. والحاجه الساعه لما بشوف حد بحس ان هو بيشرب الحاجه الحمراء، مش هفسر برضو عشان انتوا حضراتكم عارفين. فازاي ان بني ادم زي ده والجماعه الممثلين اللي معاهم ملايين مش محتاجين اي حاجه، ازاي ان هم يعني يعملوا حاجه زي دي؟ ليه يعني؟ انا مش قادره افهم ليه اللي هم بيعملوه ده. يعني ليه حاجه زي كده؟ انت مش ناقص فلوس عشان ان انت تعمل كده. اعذروني يا جماعه على العصبيه اللي انا فيها، والله العظيم غصب عني. انا ان كان عليا يعني هعمل حاجات كتير واقول حاجات كتير، بس انا مش قادره، انا متكتفه، مش قادره اتكلم ومش قادره ان انا اعبر عن وجهه نظري من اللي انا شايفاه ده. وشوفوا انتوا بقى مع نفسكم الفيديوهات اهي واحكموا انتوا وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات وسامحوني على الاطاله معاكم وسامحوني على العصبيه. اسيبكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.